عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي باسم سعد. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في كورس الأندرويد ستوديو. هنشرح في البداية إيه هو الأندرويد ستوديو، ليه اخترنا الأندرويد، إزاي هنقدر نبرمج بيه، إيه هو اللي أوت، إيه هي الصلاحيات، إيه المشاكل اللي ممكن تواجهنا. في البداية إيه الأندرويد؟ الأندرويد هو نظام تشغيل مطروح من شركة جوجل، اوبن سورس. فأي شركة دلوقتي عندها هاردوير، عندها جهاز بتقدر تشغله أو تجيب الأندرويد بتاعها من جوجل. ظهرت عندنا شركات كتير في البداية، مثلا زي شركة سامسونج، ظهر عندنا شركة سوني، ظهر عندنا جوجل نيكسس، ظهر عندنا بلاك بيري. عشان كده قلنا ان جوجل منزله الاندرويد اوبن سورس، اي حد ممكن يستخدمه. اي شركة فاتحة هاردوير جديد ممكن تروح تاخد الاوبن سورس بتاعها من جوجل او الاندرويد بتاعها. ليه الاندرويد ستوديو؟ لان الاندرويد ستوديو ليه ملايين المستخدمين، بالاخص مثلا في البلاي ستور. بنخش على البلاي ستور نلاقي مستخدمين كتير جدا، فعشان كده في ابلكيشنز كتير في البلاي ستور ممكن ان احنا نقدر نخش ونحملها. فميزه الاندرويد ان ليه مستخدمين كتير غير الاي او اس. الناس اللي شايله ايفون وابل نسبه الاندرويد اعلى منها بكتير جدا، فدي ميزه. غير كده ان في عندنا مواقع تانية بتنزل ابلكيشنز زي امازون، وفي مواقع كتير جدا، فبرضو كترت معانا المستخدمين. يوم ان شاء الله ما نخلص الكورس بتاعنا نقدر ننزل اي ابلكيشن يجيب لنا مستخدمين كتير جدا ونسبة تحميل اكتر. والميزة في الاندرويد انك ممكن تعمل ديفلوب وانت في البيت، تقدر تطور برامج، تقدر تكسب المال، مش لازم تروح تشتغل في شركة عشان تشتغل، فممكن تشتغل عن طريق البيت. وفي طريقتين لكسب المال. اول طريقه في حاجه اسمها وضع الاعلانات. بتحط اعلانات على الابلكيشن بتاعك، بتحطه في بلاي ستور مثلا وتنزل عليه اعلانات. الاعلانات دي بتبدا ترجع لك عائد يومي او شهري، مش مهم، بس ان شاء الله بيبقى في عائد جاي منها. دي بننزلها بشكل مجاني، اي حد يقدر يحمل البرنامج، مش لازم فلوس. فممكن تلاقي مثلا في اليوم بتعمل 15-20 دولار. الطريقة المجانية دي طبعا هي احسن لانك بتوصل لملايين المستخدمين، غير الطريقة المدفوعة. تاني طريقة عندنا الطريقة اللي هي لازم تدفع عشان تاخد البروجكت ده او الابليكيشن ده. فدي بتبقى الشخص اللي بيحمل البروجكت بيبعت لك الفلوس عن طريق الفيزا بتاعته. فدي ميزة الاندرويد، ان ليه مستخدمين كتير اذا كان مجاني او مدفوع. ننتقل بقى لحاجة تانية، ازاي هنبرمج اندرويد بروجرامينج. ازاي هنبدأ فيها؟ هنبتدي من خلال اندرويد ستوديو. ليه الاندرويد ستوديو؟ الاندرويد ستوديو اولا نازل مجانا، جوجل هي اللي منزلاه. الاندرويد ستوديو بيمتاز بالمرونة، بيمتاز برضو ان احنا ممكن نحط فيه اعلانات زي ما قلنا، نوتيفيكيشنز اللي هي الاشعارات اللي بتجيلنا كل شويه زي الفيسبوك والكلام دي، طبعا باستخدام ميثود وحاجات قليله. ويونت تيستنج، لو عندك بروجكت كبير تقدر تعمل عليه تيست بخاصيه جوجل. برضو عندنا في الاندرويد ستوديو حاجتين بتعامل معاهم، حاجه اسمها لي اوت وحاجه اسمها جافا. ملف اللي اوت ده اي حاجه خاصه بالتصميم. التصميم اللي هو ايه، ازاي اعمل بوتون، ازاي اعمل تكست فيو، ازاي اعمل اديت تكست، اي حاجه خاصه بالتصميم انا بكتبها هنا. اي حاجه عايز اشغل بيها الكود او اشغل بيها الزرار اللي انا عملته او التكست فيو اللي انا عملته بكتبه هنا في ملف الجافا. ازاي هنا انا كتبت اسمي مثلا في الايديت تكست، انا مش كاتبه هنا في اللي اوت، مش كاتب هنا الاسم في اللي اوت خالص، كاتب يوزر نيم وهنا فاضي، واول ما رن على الموبايل اسمي اتكتب هنا. من عن طريق ملف الجافا انا بقدر اتحكم في اي حاجه، احط اسم في قلب الايديت تكست، اشغل بوتون اول ما اليوزر يدوس عليه ينقله لصفحة تانية، يغير لون البوتون، اي حاجة بعوز اتحكم فيها بتحكم فيها من ملف الجافا. عندنا حاجة تالتة في الاندرويد ستوديو، حاجة اسمها المانيفست. المانيفست دي اللي بقدر اخد بيها الصلاحيات او البرميشنز. ازاي لما انا اجي افتح اي تطبيق او محمل اي تطبيق، احنا لما بنيجي نخش على البلاي ستور مثلا ونحمل تطبيق بنلاقيه مدينا كده شوية صلاحيات، دي هنتكلم عليها كمان شوية. كده احنا عرفنا الاندرويد ستوديو ده بيتكون من كام حاجة: لي اوت، جافا، مانيفست. ايه هو الاندرويد بيرميشنز؟ احنا قلنا طبعا بنكتب البيرميشنز دي في قلب المانيفست. احنا لما بنروح بلاي ستور ونحمل اي ابلكيشن هو بيقول لي الابلكيشن ده هيقدر يحدد اللوكيشن بتاعك، هيقدر مثلا يستخدم الجاليري، هيقدر يستخدم الستورج، هيستخدم اي حاجه في الموبايل. فهو
بيديني البرميشنز ده، هل انا موافق ولا لا؟ موافق ادوس اكسبت واحمل التطبيق. زي مثلا الواتساب لما بيجي مثلا الميكروفون انت قافله فبيقول لك allow ولا deny، برضو بيطلب منك صلاحية او بيرميشنز. احنا هنتعلم ازاي نكتب البيرميشنز دي في قلب الكود بتاعنا. في نوعين البرميشنز بتوعنا، في حاجة اسمها نورمال، هنبدأ بالنورمال اول، اللي هو زي الانترنت اللي بيتشيك هل الانترنت شغال عندك ولا لا. لو مش شغال بيبدأ يوريك البرميشنز بتاعه، بيقول لك مثلا شغال الانترنت، زي البلوتوث، زي الالارم، زي مثلا ازاي تفتح النت. في حاجه اسمها دينجرس بقى، اللي هو يقدر يخش على الاسامي بتاعتك، على الرسائل، على يحدد الموقع بتاعك، الكاميرا، يفتح الميكروفون، يستخدم السنسور، الاستورج زي ما قلنا، يخش يجيب النمبر اي دي، يقدر يتوغل في قلب التليفون عندك. ده الدينجر برضه يعتبر انه يخش على خصوصياتك. النورمال بقى حاجات مش هتأذيك في حاجه تقريبا الا الانترنت، البلوتوث. ففي نوعين منها. الدينجرس ده لازم يتقالك وانت بتحمل التطبيق، هيقولك التطبيق ده فيه بيرميشن دينجرس، هل انت موافق عليه ولا لا. فلما نيجي نحمل اي ابلكيشن يا ريت نبص على حاجه اسمها بيرميشنز، هتلاقوها في الاخر خالص. وانت بتحمل اي تطبيق هتلاقي في حاجه في الاخر اسمها بيرميشن. خدنا فكره على الاندرويد ستوديو، يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه، وان شاء الله المره الجايه هنبدا نتعلم ازاي نسطب الاندرويد ستوديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.